تعالَ أجاوبك على كل حاجة ممكن تكون بتيجي في دماغك عن العربيات الصيني. قبل أي حاجة أنتم أكيد عارفين إن أنا داعم للعربيات الصيني، وعربيتي صيني من 2021 مشطشطة طبعًا من أيام ما كان العربيات الصيني لسه مش منتشرة كفاية، بس أنا هاكلمك النهارده بكل حيادية وبكل أمانة. تعالوا نبدأ بسؤال مهم جدًا، أشتري عربية كذا اللي هي صيني والّا عربية كذا اللي هي مش صيني؟ مبدئيًا السؤال ده ما ينفعش، هاقول لك ليه. يعني مثلًا تيجي تسألني أشتري MG5 والّا Accent RB، أصل هو الموضوع بسيط. طب مثلًا لو عايز options أكتر وإمكانيات وفخامة ومساحات، هاقول لك روح للMG5 سهلة. بس في نفس الوقت مش هنقدر نغفل بقى إن دي عربية هيونداي منتشرة بقى لها كتير في السوق، قطع غيارها رخيصة، فهي الحسبة بسيطة. قيس على ده بقى أي مقارنة بين عربية صيني وعربية تانية، هتلاقي النتيجة هي بنفس المعطيات. العربيات الصيني غالبًا بتديك شكل وoptions ودلع وموتور وإمكانيات أكبر، والعربيات التانية بتديك الأمان وراحة البال. ولو أنت مش من الناس اللي مستريحة للعربيات الصيني، اوعى تيجي على نفسك وتجيب عربية صيني، علشان هتتعب. أي مشكلة هتحصل هتحط في دماغك على طول ما أنا عشان جبت عربية صيني. يعني مثلًا ساعات وأنت ماشي كده بتسمع تزييق في أي عربية في الدنيا، حاجات تافهة. لو أنت جايب عربية عادية مش هتفرق لك، إنما لو جايب عربية صيني قلبك هيبقى كده، لأ أنا اتهورت والّا إيه؟ فلو أنت مش مستريح نفسيًا اوعى تجيب عربية صيني. طب لو أنت ما عندكش مشكلة مع العربيات الصيني واقتنعت إن هي تمام، تختار بقى أنهي عربية؟ في مليون ألف عربية صيني دلوقتي. 4 حاجات، أول حاجة العربيات دي قيمة مقابل سعر والّا لأ، وعليها over price والّا لأ، تاني حاجة العربية دي منتشرة والّا لأ، تالت حاجة توكيل العربية إيه، ورابع حاجة تفضيلك الشخصي. ليه باقول لك العربية منتشرة والّا لأ؟ عشان في حاجات لسه موجودة مع الأسف في التوكيلات العربيات الصيني في مصر، إن هي لمّا بتلاقي عربية صيني مش ماشية بتقول لك إن في بدايل كتير، خلاص اركنها على جنب ونجيب اللي بعده. فعشان كده في عربيات بتلاقيها اتهمشت خالص، عربيات صيني اتهمشت تمامًا أكنها ما نزلتش. طب هل العربيات الصيني بقى أصلًا كويسة والّا سنتين 3 وهتبوظ والكلام ده؟ أقدر أقول لك وضميري مرتاح إن العربيات الصيني أكيد كويسة. عندك MG موجودة في مصر بقى لها قد إيه؟ من 2019، يعني 6 سنين وداخلة في ال7. هل سمعت مشاكل جذرية؟ أكيد في مشاكل، بس زيها زي أي براند. ولازم نقتنع إن الصين دلوقتي غير الصين قبل كده خالص في العربيات. الصين بقت من أقوى المصنعين في العالم. مش هنقدر نغفل إن مرسيدس بقى ليها مصانع في الصين، مش هنقدر نغفل إن جيلي اشترت فولفو، مش هنقدر نغفل إن BYD بقت أنجح براند عربيات كهربا في العالم. نسيبنا من بره وتعالوا نتكلم عن مصر. تلت العربيات اللي موجودة في مصر دلوقتي الصيني، وتلت مبيعات العربيات الصيني برضه. ولو اتكلمت مع الملاك هتلاقي إن الدنيا تمام يا جماعة، الناس نفسها اللي اشترت العربية مبسوطة. أنت اللي ما اشتريتش زعلان ليه؟ هتقول لي طب الدنيا جميلة كده، أمال إيه المشكلة؟ المشكلة مش تبقى في العربيات نفسها إن هي بتبوظ أو فيها مشاكل، المشكلة ممكن يبقى في التوكيل، إن التوكيل مش موفر قطع غيار العربية دي، إن التوكيل صيانته غالية. دي ما لهاش علاقة بbuild quality العربية نفسها، دي ليها علاقة بالتوكيل. فدي حاجة ودي حاجة. واللي يجي يقول لك طب ليه اشتري عربية صيني بمليون ومش عارف إيه، ما اشتري عربية BMW ماشية مش عارف إيه موديل كذا. أي حد يقول لك كده ما تكملش معاه الحديث، لأن الكلام ده هينطبق على أي حاجة في الدنيا. طب ما تيجي تقول لي مثلًا هاشتري كيا سيراتو، أقول لك طب ما تشتري BMW مش عارف 320 ماشية كام من سنة كام. ما هو ده مش مبدأ. الزيرو حاجة والمستعمل حاجة، واللي بيدور على زيرو مش هو اللي بيدور على مستعمل. ده تفكير وده تفكير، فتعالوا ما نخلطش الأمور في بعض. فمن غير ما أطول عليك، قول طول يا أبو السفاسيف. أنا عارف إن أنا رغيت، بس الفيديو ده بجد من القلب للقلب. الفيديو ده عربيات بس، ما فيش edit، ما فيش أي حاجة. أنا باكلمكم بجد وباقول لكم اللي في قلبي واللي أنتم عايزين تسألوه.